بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. مباراه نادي الزمالك وبلديه. طيب، قبل ما نتكلم على المباراه ومجمل الاحداث والنتيجه، دي رسالتي لجمهور نادي الزمالك. يعني انا عارف طبعا جمهور نادي الزمالك غضبان وزعلان. ما تنتظروش اي نتيجه السنه دي من نادي الزمالك او من لعيبه نادي الزمالك. مع احترامي، الامكانيات متوسطه، امكانيات اللعيبه اللي موجوده لا تستحق ان هي تكون موجوده جوه نادي الزمالك. مستوى اللعيبه ومستوى الفكر ومستوى الاراده حتى والتحدي جوه نادي الزمالك مش موجوده. خلاص اللعيبه فقدت الشغف زي ما بيتقال، وهفضل اعيدها. انا كلاعب لما ببقى موجود مثلا في نادي كبير زي نادي الزمالك وبنافس، موضوع مختلف تماما غير لما ابقى بره المنافسه، غير لما ابقى بره الجدول، غير حتى تواجدي حتى في الجدول بالنتائج اللي انا بعملها. طبيعي ان كل مباراه هتبقى الامور اسوأ. المشكله مش في كده، المشكله ان في بصراحه ناشئي نادي الزمالك اتظلموا. وانا هقولها تاني، والله انا اكتر واحد بيحب الشباب الصغيره دي، لان الواحد الحمد لله في يوم من الايام بدأ صغير وبدأ من تحت ناشئين وابتدى يتصعد واحده واحده لحد الحمد لله الواحد ما وصل بقى ابراهيم سعيد. واي اسامي تاني، كل الاسماء اللي ظهرت دي برضو كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكابتن هادي خشبه وعصام الحضري واسماء كتيره جدا ظهرت بسبب ان هم بداوا في سن صغير. يعني بتدي خبرات. اولا اللعيبه بصراحه مظلومه. الحاله اللي موجوده بتاعت لعيبه نادي الزمالك دي ما تساعدش. عشان كده بقول لجمهور نادي الزمالك، انا عارف ان ممكن في لعيبه كويسه، بس انا دلوقتي انا كلاعب كويس مع احترامي. يعني لما كنت بلعب مثلا او ببقى موجود في الملعب كان مين جنبي او مين كان موجود جنبي؟ يعني انا اول ما بدات صعدت مثلا وانا عندي 16 سنه ولا 15 سنه فريق اول، مين العناصر اللي كانت موجوده؟ كان كابتن محمد يوسف، كابتن هادي خشبه، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن سمير كمونه. في نص الملعب اسماء تقيله جدا، كابتن مجدي طلبه، رضا عبد العال، هشام حنفي. اسماء عايز اقول لكم حاجه تشيلك فرقه. قدام حسام حسن، يمين ابراهيم، محمد عماره، كابتن احمد نخله. كانت الاسماء دي يا جماعه اسماء تقيله، شالتني. اسماء شالتني، تعرف تشجعني، بيعرف يوجهك. انا كلاعب دلوقتي لما باجي اطلع فيه اللعيبه الاسماء دي موجوده هتشيلني. ما انا مش طالع عشان اشيل لعيبه. مع احترامي، الاسماء اللي موجوده دي عايزه تتشال اصلا. يعني تعالوا شوفوا مين اللي في التشكيله. يعني صبحي، المسلوسي، نيمار. مع احترامي يعني ما بقتنعش بالمستوى بتاعه. تحس ان هو متكهرب كده وعنده حاله كده مش عارف يروح ولا يجي ولا يقف. قراراته كلها غلط. ما يشيلش لعيبه، ما يشيلش اللعيبه الصغيره دي. رؤى عنده حاله من الاحباط غير طبيعيه، الجمهور مش مقتنع بيه. وهو حتى اداؤه جوه الفرقه او اداؤه مع نادي الزمالك اللي هو العادي. لو بتلعب مع اصحابك في الخماسي والكلام ده، هتجيب اي حد هيلعب نفس الاداء بتاع رؤى. مين تاني؟ ناصر منسي. ده يشيل ناشئين؟ يعني الاسماء اللي انا بقول لكم ده يا جماعه تشيل ناشئين؟ استحاله. ده هم عايزين اللي يشيلوهم. يعني اللعيبه اللي انا بقول لكم عليها الاسماء دي هي عايزه اللي يشيلها اصلا. تخيل بقى الناشئين دول طالعين في الوقت ده، الامور صعبه. يعني ما ينفعش تعمل كم اللعيبه والاسماء اللي موجوده الصغيرين دول اتظلموا. وانا بقول لكم اتظلموا حرام بصراحه. ممكن يكون في عناصر كويسه بسبب ان مفيش خبرات معايا اتظلمت، وممكن تلاقي لعيبه ما تبقاش موجوده. وفي لعيب اللي عنده الامكانيات عاليه ممكن يظهر، زي مثلا احمد مجدي، لعيب كويس على فكره، مبشر. عايز يثبت وجوده، عايز يبقى متواجد، عايز يثبت نفسه. وانا بقول لكم والله اللعيب ده كويس جدا. ده لو معاه جنبه ناس شايلاه، لو حد شايله اللعيب ده هيبقى كويس جدا وهيظهر بشكل كويس. اما مع احترامي باقي الاسماء التانية الصغيره، انا مش عايز اقسى عليهم برضو بصراحه، لان هم مظلومين. مين اللي هيشيلني؟ انا طالع من سن صغير، طالع الفريق الاول. انا عايز حد يشيلني، يلعبني، يظهرني، مش انا اللي اظهرك. ده ناصر منسي عايز حد يساعده، رؤى عايز حد يساعده، حتى جمال متيابه لاعب كويس جدا على فكره، بس غير محظوظ ان هو موجود في وقت الدنيا ملخبطه والدنيا مش افضل حاجه. على الاقل يعني عايز تدعم اللعيبه دي الصغيرين دي. انت ما نزلتش ليه عبد الله السعيد مثلا، ناصر ماهر، يوسف اوباما؟ يعني برضو الاسماء دي رغم ان ممكن بختلف على مستواهم في اوقات، بس يشيلوا اللعيبه الصغيره.
يعني يفرقوا معاهم حتى معنويا حتى جوه الملعب. اما اللعيبه مع احترامي اللي موجوده ما تشيلش حد، هم بقول لكم والله تاني هم عايزين اللي يشيلهم اصلا، ما يساعدكش ولا يساعد الصغيرين دول. فطبيعي مستر جوميز برضو المفروض حتى الجهاز اللي معاه حتى لو عايز تدعم بالناشئين اختار الوقت المناسب اللي انت تلعبهم. حرام انت بتظلم لعيبه دي ممكن يكون فيهم لعيبه كويسه جدا وعناصر كويسه جدا، بس لعبوا في وقت توقيت غلط مع في ظل النتائج السيئه، في ظل الاداء السيء، في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك. انا بالنسبه لي بصراحه اللعيبه دي اتظلمت. مستر جوميز لازم تدعم، تعمل تشكيله حتى لو انت بتجرب وبتشوف لعيبه خلاص، في لعيبه يعني خلاص هو انت فقدنا فيهم الامل، مش هيتطوروا، مش هتشوف منهم اداء ولا هتشوف منهم اي حاجه في الفتره اللي جايه، ولا حتى هيفيد نادي الزمالك ولا حتى هيبقوا مفيدين لنادي الزمالك. حتى برضو كنت المفروض ان انت برضو مصطفى شلبي رغم ان الناس بتختلف معاه، بس يا جماعه برضو وارد ان انا ابقى موفق، فاللعيبه دي الصغيره دي يظهروا بشكل كويس. عشان كده انا بقول على الاداء ده والشكل ده جمهور نادي الزمالك ما يزعلش، لان الحاله اصلا مش حاله مش ما تكسبكش، حاله ما تظهرلكش لعيبه الا بقى اللعيبه الصغيره دي يظهر منهم واحد ولا اتنين. اتمنى طبعا ان مجلس الاداره والجماهير اكيد بتساند نادي الزمالك، بس عايزين نشوف السنه الجايه هل نادي الزمالك هيظهر بنفس الشكل وبنفس المستوى ده. لازم تدعم، لازم تشوف جهز نفسك دلوقتي للموسم اللي جاي، لان بالشكل ده ما ينفعش نادي الزمالك يظهر بالشكل ده ولا بالمستوى ده ولا بالنتائج دي حتى. طبعا نروح لمباراه النادي الاهلي ومودرن سبورت. في المجمل النادي الاهلي خلاص ما فيش حد بيقف قصاده، عامل زي القطر اللي هيقف قصاده هيقوم دايس عليه، عشان هو خلاص هدف النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز واللعيبه الهدف بتاعهم الدوري المصري. لا بديل عن الفوز ولا بديل عن ان انت تاخد البطوله دي، بطوله مهمه في ظل ظروف النادي الاهلي كان بعيد وكان كل كان بيتكلم ان بيراميدز هو الاقرب للفوز بالدوري، بس النادي الاهلي ما بيهزرش، لعيبه النادي الاهلي والجهاز ما بيهزروش حتى لو انا بعيد. يعني ممكن ابقى شايف كده المسافه بعيده بينه وبين الدوري وممكن الخصم بتاعي يبقى مكمل فاكر نفسه ان هو، بس طول ما انت بتكسب انا بقرب، وكل ما طول ما انا بكسب بقرب لك انا بضغطك. طبعا المباراه الاخيره النادي الاهلي بالفوز على بيراميدز قرب المسافه جدا، بقت الامور مش بعيده. الفوز بتاع امبارح مطمئن وبيدي ثقه. في حاله من اللعيبه عندهم بعض الاجهاد ولاعيبه مجهده، طبعا انت بتتكلم في كل 3 ايام مباراه، والمباراه بيراميدز كانت قويه، خدت منها معدل بدني وجري غير طبيعي وبحماس والعصبيه والشده بتاعت اللعيبه، كل ده بياخد من الطاقه بتاعتك ومن الباور بتاعتك. فطبيعي ان الاداء ممكن امبارح زي وسام ابو علي تحس ان هو مجهد، حسين الشحات على فترات يعني تحس ان في حاله من الاجهاد، تحس ان في حاله طبيعي. انت بتتكلم برضو كله 3 ايام ماتش، يعني مفيش راحه ولسه خارج من مباراه كبيره، فطبيعي الاداء هيبقى المعدل هينزل. طبعا مع تغييرات مستر كولر امبارح بنزول قفشه ما شاء الله، يعني نازل عنده ثقه، عامل المباراه اللي فاتت هدف الفوز، كل ده بيدي ثقه. امام عاشور طبعا بعد اللوك الجديد، وانا قلتها الحلقه اللي فاتت، حلو اللوكات دي حلوه جدا. يعني عايز اقول لكم حاجه، يعني امام عاشور لو بالشعر بتاعه مش هيحط بالهيد ده كده، هي عادي يعني نفسيا ومعنويا عنده ثقه في نفسه، والحاجات دي عادي والله. بالعكس انا مبسوط ان هو باول لوك ليه يعمله يحرز هدف ولا اروع بصراحه. امبارح ظهر بشكل كويس افضل. هو ده امام عاشور، هو ده امام عاشور اللي احنا عارفينه. انا في خلاف بس بسيط في جزئيه على مشاركه قفشه مع امام عاشور، يعني ممكن بنختلف في طريقه الاداء، ممكن مع الوقت والتاقلم ممكن يظهروا بشكل كويس، بس في المجمل امبارح اداء مميز. هروح على لعيب تاني بصراحه وعليه علامه استفهام، وهو طاهر محمد طاهر. يعني طاهر هفضل تاني اتكلم على الفكره دي يا جماعه، ما حدش يزعل مني خالص. انا دلوقتي الناس بتتكلم في دعم ومش دعم، طب انا هل مجبر ان انا مثلا ادعم لعيب ما بيهاجمش، ما بيسددش، تمركزه غلط، بيقع في الاوفسايد كتير، ما بيعرفش يستلم، ما بيعرفش يسلم، ما عندوش ايجابيه؟ ما هو ده يا جماعه برضو مع احترامي، يعني ما هو اللعيب ده ممكن يضيع مجهود فرقه، يعني ممكن يضيع مجهود فرقه، ممكن يضيع مجهود الفرقه اللي بره، ممكن يضيع مجهود الجمهور اللي بيجي يشجع عشان خاطر النادي الاهلي يكسب. اكتر واحد خد فرص بصراحه امبارح، كميه اوفسايد بيقع غير طبيعيه.
مش ممكن الكلام ده يا جماعه. نتكلم على ناشئ، شفت لما اتكلمت عن ناشئين الزمالك فمعذورين، اما انا بتكلم على لعيب بقاله دلوقتي 4 سنين ولا 5 سنين في النادي الاهلي ما اقنعنيش ولا اقنع الناس. طب ما انا ادعم واحد افضل، ما ادعم واحد عنده باور اكتر جوه الملعب، بيدعمني وبيكسب الفرقه ومفيد للفرقه. انا مش مطالب ان انا واحد بيلعب جناح مطالب ان هو يدافع. الكره اتغيرت وكل حاجه يا جماعه، بس هل هو جناح مدافع ولا جناح مهاجم؟ يعني انت اساس بتاعك مهاجم، الاساس بتاعك مهاجم، مش مطالب منك ان انت تدافع. ليك واجبات دفاعيه، بس انت الاساس بتاعك انت جناح مهاجم. مفيش حاجه اسمها انا دوري الدفاعي اقوى. مال انا جايبك ليه وبلاعبك في المكان ده واسمك في النادي الاهلي ليه؟ عشان تعمل الفارق وتصنع الفارق. امبارح هو بيرسي تاو لما نزل عايز بيخلص رضا سليم. طب ما انا ادعم رضا سليم، على يعني رضا سليم لما نزل بقى افضل. طب ما انا ادعم رضا سليم، طب ما ادعم احمد عبد القادر. صح ولا مش صح يا جماعه؟ الكوره ما فيهاش عاطفه. انا مع احترامي انا عارف ان ممكن الناس تزعل، بس انا دعم حد ليه هو مش مديني الاحساس ان هو كويس، مش مديني الاحساس ان هو مفيد. طب انا ادعم حد مفيد. طب انا ادعم رضا سليم، هقولها تاني، ادعم بيرسي تاو، ادعم احمد عبد القادر، ادعم كهربا، يعني ادعم الناس اللي هتبقى مفيده للفرقه. في الاول والاخر هي كوره. العاطفه دي يا جماعه نركنها على جنب شويه، مع احترامي هو اخويا الصغير وكل حاجه، بس في الاول والاخر انا عايز اكسب. في الاخر الجمهور ده عايز يكسب، في الاخر اللعيبه زمايلي دي عايزه تكسب دوري، الجهاز الفني عايز يكسب دوري. فملهاش علاقه. برضو من ضمن اللعيبه اللي عايز اتكلم عليهم برضو الشناوي. يعني الشناوي بصراحه انا ما اعرفش ماله يا جماعه. كل واحد ليه تاريخه وليه رصيد وعلى عيني، وهقولها تاني، الشناوي من افضل حراس المرمى في اخر 10 سنين بعد اعتزال عصام الحضري. الشناوي رقم واحد، محمد الشناوي رقم واحد في مصر، سواء مع الاهلي سواء مع المنتخب، سواء اداؤه، سواء مجمل الاداء بتاعه سواء اهلي او منتخب ظاهر بشكل كويس، وانقذ المنتخب وانقذ الاهلي وعامل ما شاء الله مواسم رائعه. بس بعد الغياب، هل ده الشناوي يا جماعه؟ يعني هل ده الشناوي؟ مش ممكن. الشناوي دلوقتي بقت اي كره تروح تتشاط عليه تخش جون، اي كره عرضيه ما بقاش عنده القرار اللي يطلع فيه صح، حتى القرارات بتاعته بقت غلط. انا امبارح شفت والله اللي احرز الهدف ارنولد ايبا، برضو خطأ دفاعي ونص الملعب. ازاي لعيب يعدي من كل ده يا جماعه؟ ازاي يعني؟ انا ما اعرفش نص الملعب فين والمدافعين حتى يعني البلوك بتاع المدافعين رايحين عادي. عندك ثقه وكل حاجه، بس برضه هو اللعيب عنده سرعه ورايح، واللعيب لما بيروح مواجهه دي اصعب حاجه على المدافع، بتخليك ما بتعرفش تركز، بتخليك بتبقى صعب الامور عليك جدا. رايح عدى من حوالي 4 5 ومعادل عادل جسمه وبيسدد. سيبكوا بقى من التسديد. اولا التسديده مش رايحه قويه، يعني انا مستغرب بصراحه. انا قعدت حتى اعيد الكوره اكتر من كذا مره، قلت يمكن قويه، يمكن عارفين في شوطه كده تتشاط تقوم رايحه زاحفه زي ما بيتقال كده بالقوه بتاعتها. اما الكوره من الشوطه هو شايطها كده، يعني مش دايركت، هو شاطها كده، كتم وش رجله لتحت. فالقوه بتاعت الكوره ما راحتش بالقوه اللي مطلوبه، غير لما بسدد كده بوش رجلي دايركت بتروح قويه، لا اما على الارض لا اما في العلو بتاعها او العلو الوسط ايا كان، او في الاتجاه الشمال مثلا الشناوي او يمين الشناوي. والله انا هقول لكم على حاجه، والله انا لو واقف حارس مرمى مع احترامي للشناوي او للشناوي حتى لو مركز، انا كنت هقف كده بالظبط وماشي مع الكوره وهو بيسدد. هي خطوتين حتى الشناوي لاحظوا كده هو مش مركز يا جماعه. الشوطه اتشاطت وهي الكوره جايه كده، والله لو انا كده هقوم رايح بالظبط مع القوه بتاعت الشناوي، هقوم رايح ماسك الكوره سهله جدا على فكره، اقوم بادئ بيها هجمه. الكرة مش بالقوة اللي أنا متخيلها بصراحة، ودي علامة استفهام على الشناوي وعلى تركيزه وعلى أدائه حتى مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. موضوع صعب جدا، مش ده الشناوي يا جماعة. الشناوي في الفترة الأخيرة الكرة اللي بتروح بتخش، لازم إعادة برضه، لازم يركز. وأنا قلتها تاني، هل التعادل أثر عليه؟ هل الإصابة أثرت عليه؟ طبيعي مع تألق شوبير، وهفضل أقولها مصطفى شوبير هو الأحق اللي يلعب، دي ما فيهاش هزار يا جماعة.
مركز وتعالوا شوفوا الفترات الاخيره اداؤه مع النادي الاهلي سواء في الدوري او في دوري الابطال، شغال بشكل كويس بصراحه. احساسه بالملعب مختلف، الشناوي بعيد ومؤثره على ادائه ومركزه ومؤثره على تركيزه، ده مش تركيز الشناوي ابدا. حقنا نحترمه وكل حاجه، بس يا جماعه هو نجم، انا مش بتكلم على حارس ناشئ. طب ما لا، طب ما لو انا مش مركز ابعده. طب ما انا عندي لعيب تاني شغال ومركز وعنده ثقه ما بين الجمهور وثقه ما بين اللعيبه، حفظ الملعب، حفظ الثلاث خشبات زي ما بيتقال. خلاص بقى عنده ثقه، واعي مركز، عنده نشاط، وعنده عايز يثبت وجوده ان هو يبقى رقم واحد، لان هو لو بقى رقم واحد في النادي الاهلي بقى هو رقم واحد في منتخب مصر، وده حقه. هي سنه الحياه بتتغير، مفيش حد دايما بيفضل برصيده. مفيش حد دايما برصيده. ما لو هفضل برصيدي وهفضل بالاداء ده كده، الناس هيجي لك وقت هيعملوا ستوب، لان في الاول والاخر جمهور النادي الاهلي يهمه المكسب، ويهمه المكسب بالبطوله. واكيد الجهاز الفني برضو نفس القصه، انت ممكن بسبب عدم تركيز بطوله تروح منك. الشناوي حارس مرمى كبير، لازم يركز ولازم يبقى افضل من كده، واخد فرصه كويسه جدا في وقت مستر كولر والجهاز الفني قعدوا مصطفى شوبير في عز تألقه. هي الكرة كده يا جماعه، فلو ما مسكتش فيها يبقى حق بصراحه. هل دلوقتي انا هسأل سؤال، لو مصطفى شوبير كان ظهر بالمستوى ده كان الجهاز هيصبر عليه؟ مصطفى شوبير لو كان ظهر بالمستوى ده اخر 4 ماتشات او اخر 5 ماتشات، كان الجهاز الفني هيصبر عليه؟ الجمهور كان هيصبر عليه؟ استحاله. كان يقول لك لا اقعد وهات الشناوي وخبره ومش خبره. طب والله، طب ما الراجل حقه شغال كويس في الفتره الاخيره ومتالق وماشي كويس جدا مع النادي الاهلي، طب ليه ما تديتوش فرصه؟ ليه ما يكملش؟ ايا كان، مع احترامي للشناوي، لازم يبقى فيه حاسس ان انا دلوقتي انا لعيب حارس مرمى، حاسس ان انا في اي وقت هلعب. ما ينفعش ان انا ابقى دايما حاسس ان خلاص مهما عملت ومهما حصل الشناوي هو اللي هيلعب. فبتمنى العدل، الكرة فيها عدل يا جماعه. طول ما انت بتدي كل واحد بيجتهد وكل واحد محترم المكان ومخلص وادى بشكل كويس، اديله حقه. الكرة ما فيهاش عاطفه، انا ليا للي افضل. اما على مستوى الشناوي اللي انا شفته ده بصراحه صعب جدا. هنا انتهت حلقتنا من ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع القادم. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.